نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. قال ربنا سبحانه في محكم تنزيله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حينما نتأمل في كتاب ربنا سبحانه عز وجل وفي سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من إخوته من الأنبياء عليهم السلام، وفي تاريخ الأمم والشعوب، وما ننظر إليه في هذه الأيام في وسائل التواصل أو في الإعلام بشتى أنواعه، قد يصيبنا أحياناً كما كان يقول الشيخ في الدرس شيء من الوهن، وشيء من الضعف، وشيء من تزعزع الثقة من قلوبنا تجاه ربنا سبحانه عز وجل. والحديث دائماً عن تلك البقعة المباركة، عن تلك الأرض المباركة التي بارك الله عز وجل فيها، عن تلك الأرض التي هي ليست قضية حتى يصير لها هذا الأمر تحجيماً، بل هو مما ينبغي لكل مسلم أن يعيشه في كل لحظة في هذه الأيام. الذي يدعون إلى ذلك لست أنا ولا غيري، إنما الذي يدعوك إلى ذلك هو ربك سبحانه عز وجل حينما يقول: إنما المؤمنون إخوة. والذي يدعوك إلى ذلك هو نبينا عليه الصلاة والسلام حينما يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا هو المؤمن الحقيقي الذي يشعر بأخيه ويشعر بأخته ويشعر كأنها أمه وكأنها ابنته وكأنهم أبناؤه، يضع نفسه لو كان مكانهم، يتألم لألمهم، يبكي لبكائهم، يحزن لحزنهم. هذا هو المؤمن الحقيقي، هذا هو المؤمن الذي بقيت فيه بقية إيمان، هذا هو الإيمان المطلوب. أما غيره ممن لا تعنيه هذه الأمور شيئا وليست من أولوياته ولا يلقي لها أي اعتبار، وللأسف الشديد حينما نخاطب الناس من المفروض أن نخاطب عامة الناس بهذا الكلام، أن يشعروا بإخوانهم، أن يشعروا بالمؤمنين، أن يشعروا بالمسلمين. لكنما حينما تجد المنظرين، وحينما تجد دعاة، وتجد متفلسفين، وتجد صغارا يريدون أن يكبروا ولم يكبروا حقيقة،
حينما تجد متعالمين، حينما تجد من يزعم أنهم مشايخ، حينما تجد أن من يزعم أنهم علماء يقولون أن القضية لا تعنينا ويكفيك الدعاء، بل ويذهبون إلى أن المقاطعة أصلا لا تجوز إلا إذا أذن فيها ولي الأمر وأذن فيها ولاة أمورهم، لأنهم هكذا عودونا، أنهم دائما عرفناهم أنهم يلحسون أحذية هؤلاء الطغاة وهؤلاء الخونة الذين لم يتحركوا، وأن هؤلاء ليسوا بإخوانهم ولا أبنائهم ولا نساؤهم. يرحم الله المعتصم حينما اعتدي على امرأة في بلاد الإسلام فجردت من ثيابها وكشفت سوءتها فقالت: ومعتصماه، فجرد لها جيشا عرمرم، بالرغم ما كان فيه المعتصم، غفر الله له وعفى عنه وعن إخوته. الشاهد من هذا أن هؤلاء الذين يطعنون في إخواننا ويطعنون في جهاد أولئك الثلة وأولئك الرجال، هؤلاء بكل أسف، وأقولها وبكل صراحة، لأنهم عديم الشرف، لأنهم لا شرف لهم، لا نخوة لهم. آلمني البارحة أسيرة محررة، أتدري ماذا كانت تقول؟ يتبول صهيوني جندي في كأس وهي على عينيها عمامة مغطاة بخرقة على عينيها، ويعطيها فيقول: أريد ماء، فيعطيها كأس البول، يعطيها كأس البول. عندما يختطفون ويؤسرون يجردون من ثيابهم تماما بالساعات حتى يكشفوا عليهم، زعموا أنهم ربما يحملون أجهزة تجسس بداخلهم، لأنهم جبناء، هم الذين وضعوا شريحة التجسس عند جنودهم، ولكن الله كان لهم بالمرصاد وجعل تلك الطائفة المؤمنة تكشف خديعتهم، وباءت مؤامرتهم بالفشل وهم يلعقون أصابع الندم. تجرد من ثيابها، كيف لا تفأر لها؟ كيف لا تحزن لها؟ كيف لا تتحدث عنها؟ تسحل النساء ببيت المقدس، يداس عليهن، يضربن، يقطعن، يشردن. امرأة لا تزالت أسيرة عمرها 65 عاما، ماذا يفعلون بها؟ ماذا تستطيع أن تفعل هذه العجوز وهي في 65؟ من الناس من مضى عليهم 30 عاما في الأسر، محكوم عليهم بالمؤبد مرات ومرات، يحكم عليهم ب400 عام. هل هو سيعيش 400 عام؟ إن هؤلاء الذين يتكلمون عن هؤلاء ولا يشعرون بتلك الأخوة، لأنهم رضعوا الجبن والنخاعة والنكاسة والذل والهوان، فلذلك لا يجرؤوا أن يتكلموا على هؤلاء الرجال. هؤلاء ليس مثلهم إلا كمثل تلك البنت في أرض العراق حينما أراد أن يعتدي عليها جنديا أمريكيا، أراد أن يغتصبها في مكتبه، فما كان منها إلا أن كانت شديدة البأس، فانقضت عليه فخنقته فقتلته. هو طبعا موظفين عند أسيادهم حكام العرب حملوها إلى المحكمة لتحاكم لأنها قتلت جنديا أمريكيا، فقال لها: لماذا قتلتيه؟ فقالت له: دفاعا عن شرفي. قال: هذا ليس مبرر للقتل. قالت له: لأنك عديم الشرف، لأنك لو كنت شريفا ما قلت هذا الكلام، هذا ليس مبرر للقتل. من مات دون عرضه، من مات دون ماله، من مات دون أرضه فهو شهيد. فهؤلاء على الأقل إن سلمنا لكم جدلا أنهم لا يقاتلون في سبيل الله إنما يقاتلون في سبيل أرض، فليس هذا مبررا لهم بأن يدافعوا عن أرضهم، أن يدافعوا عن أعراضهم، أن يدافعوا عن مقدساتهم التي ضيعناها نحن؟ أليس ذلك مبررا؟ والله إنه لولا أن اليأس حرام ليأس الإنسان حينما يجد أناسا يتكلمون بالقرآن ويدعون أنهم من أتباع صاحب السنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، يزعمون أنهم من أتباعه
وأنهم هم الذين على الحق، وأن الباقي كلهم على الباطل، وأنهم هم الطائفة الناجية، وأنهم هم الطائفة المنصورة. لكن الجهل يفعل بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوه، لأنهم أناس لم يقرأوا ولم يطلعوا. لو ذهبت لتجادلهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفحمتهم، ولكنهم عميان لا يقرؤون، لا ينظرون إلا بما ينظر أسيادهم، وما ينظر حكامهم، وما ينظر هؤلاء الخونة الذين بكل أسف نتألم ألما شديدا. إلى الآن يباد شعب بأكمله، تباد طائفة وتباد قطعة صغيرة في الجغرافيا، كل هذا الحشد لأجل هؤلاء. لما؟ اقرأوا، افتحوا أعينكم، لما يفعل بهؤلاء؟ لماذا؟ غزة بالذات، لماذا يفعل بهؤلاء كل هذا؟ إبادة جماعية لا يجرؤون أن يواجهونهم وجها لوجه، لأن القرآن يجيبك: لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء جدر لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لا يقاتلونكم جميعا لأنهم يخافون ويعلمون أن تلك الطائفة المؤمنة التي ابتليت هذا البلاء الشديد الذي كنا نقرأه على سبيل الحكاية، كنا نقرأه في قصة أصحاب الأخدود الذين ذكرهم الله عز وجل عن غلام الأخدود في سورة البروج، الذين ابتلوا بلاء شديدا فحفر لهم حاكمهم لأنهم اتبعوا ذلك الغلام وآمنوا بالله ربا، حفر لهم الحفر الكبيرة والخنادق ورماهم في هذه الخنادق وأوقدها نارا، وكان يرمي حتى الصبيان وحتى الرضع وحتى الحوامل حتى يرجعوا عن دينهم ولم يرجعوا. ترى هؤلاء هل قاموا بمقاومة كما يزعم أحد هؤلاء الأراذل حينما يقول أن حماس هي شر وهي التي ابتدأت الأولى؟ يقولها من منبر رسول الله، يقولها في بيت من بيوت الله عز وجل. ألم يقرأوا هذا؟ ألم يقرأوا لما حوصر نبينا عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب أو في شعب بني هاشم، حينما حوصر 3 سنين جوعا وعطشا حتى أكلوا ورق الشجر، حتى خرج من بطونهم ما يخرج من البعير. 3 سنين حينما يحاصر هؤلاء كانوا هم السبب. هل نبينا عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام في مرحلة البعثة الأولى هل كان يقيم ثورة؟ هل كان يريد أن يفعل انقلابا؟ هل كان يبحث عن سيادة؟ هل كان يبحث عن أن يصير ملكا على قريش أو أن يصير هو سادن البيت أو خادم البيت؟ ذنبهم واحد: خرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. حينما كان في سنة 95 في القرن الماضي تذبح النساء والأطفال، أكثر من 300,000 شهيد في البوسنة والهرسك، هل كانوا يقومون بثورة؟ هل كانوا يخططون؟ هل كانوا يحفرون الخنادق؟ لكننا ننسى، ولكننا لا نطالع ولا نقرأ ولا نشاهد ولا ننظر في ذلك التاريخ. حينما اغتصبت 60,000 امرأة في البوسنة والهرسك وقالوا نريد أن يلدنا أبناء صربيون حقيقيون، ما ذنبهم؟ بالرغم أن هؤلاء كان معظمهم لا يملك من الإسلام إلا بطاقة شخصية فقط، مكتوب في بطاقته الشخصية أنه مسلم، ومنهم المتبرجة ومنهم شارب الخمر، بعيدون كل البعد، إلا من رحم الله منهم، ليس كلهم، لكن في غالبهم أنهم كانوا بعيدون عن التدين تماما. ومع ذلك شردوا وقتلوا وذبحوا حتى وضعوا السلاح. خلاص وصل بهم الحال إلى أن أعطوهم الأمان: لو وضعتم السلاح تقف عنكم الحرب،
كأنهم لم يقرؤون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلما وضعوا السلاح فرقوا بين النساء والرجال وذبحوا مجاهديهم ذبح الشياه، خديعة ومكر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنة البلاء سنة وعدنا الله بها. قال الله لنا من قبل أن نولد نحن، قبل 15 قرنا قال لنا هذا الكلام: لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال لنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال لنا ربنا سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إذن فالله عز وجل وعدنا أن هذه الدار التي هي الدنيا بأنها ليست بدار كرامة، إنما هي دار امتحان، ليست دار نعيم، بل هي دار قال لنبيه الأول: فإما فلا يخرجنكما منها فتشقى. هي دار إذا نزلت إليها هي دار بلاء وامتحان، فيها الاضطهاد وفيها القتل وفيها الفقر وفيها المرض وفيها البأساء وفيها الضراء وفيها الاغتيال وفيها الإخراج، كل ذلك كائن. لماذا؟ لأن الله عز وجل يمتحن أولئك حتى يعلم الصادقين ويعلم الكاذبين، وليمحص الله الذين آمنوا ويعلم الكافرين. هكذا ربنا سبحانه جعلها دار ابتلاء ودار امتحان ليميز الله الخبيث من الطيب. سنة الله في الكون هكذا. طريق النصر وطريق التمكين لم يكن مفروشا بالورود منذ أن خلق الله عز وجل الخليقة. لا بد من دفع الثمن، لا بد من دفع الضريبة. هذا الطريق تعب من أجله آدم، وناح لأجله نوح، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، ورمي الخليل في النار، وأوذي موسى، وذاق أنواع الضر أيوب، وسار مع الوحش عيسى، ولاقى أنواع البلاء محمد عليه الصلاة والسلام. طرد وحوصر أخرج من أرضه وأخرج من بيته، أخرجه قومه فخرج وهو يخاطب مكة: والله إنك لأحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرج. ترى أنحن وهؤلاء نكون أكرم على الله من هؤلاء الأنبياء؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. خرج لوط عليه السلام هو وعمه إبراهيم، خرجوا إلى أين؟ إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى أرض فلسطين. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سلمة تريد أن تهاجر فرارا بدينها ومعها صبيها، يؤخذ منها صبيها حتى يفصم ذراعه ويرجعون بالصبي وهي لا ترجع. هل كان ذلك محبطا لهم؟ هل رجعوا عن دينهم لما خرجوا وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا أبناءهم وتركوا زوجاتهم؟ كيف كان أهل الصفة يعيشون في المدينة؟ كيف كانوا محاصرين؟
كيف حوصر نبينا عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب لما تجمع عليه الأحزاب. يصف الله عز وجل لنا هذا المشهد: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إخواننا الآن يبتلوا بلاء شديدا. وأقول لكم واسمعوا هذه الكلمة: إن كل من يقف ضدهم بكلمة خذلان، بكلمة استهزاء، بكلمة سخرية، إن هؤلاء جميعا سيكونون خصمك يوم القيامة، سيكونون خصمك. هذا الأمر الأول. بكلمتك هذه أنت شريك في الجريمة، أنت شريك في القتل، بكلامك هذا، بتخذيلك هذا. إن لم تستطع أن تنصر إخوانك لا نقول لك أسكت، فسكوتنا جريمة. نحن الآن إن كنا مؤمنين حقا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، نقول كلام العاجزين وكلام القاعدين. حكامنا هم السبب، لو فتحوا لنا الطريق لخرجنا. والله بإمكاننا أن نفعل الكثير، ولكنه الجبن، ولكنه ضعف الإيمان. لأنه لو وجدت فينا قوة الإيمان فالله الآن قام علينا بالحجة، وفي كل زمان قائم لله بالحجة. فتحوا الباب. ماذا تنتظرون معاشر المسلمين؟ برهنا لكم أنهم لا شيء، برهنا لكم أنهم جبناء، أن ترسانتهم ضعيفة، أن دباباتهم ضعيفة، أن أجهزتهم الاستخبارية كذب لا تصدقوهم. انظروا ماذا فعلنا، نحن القلة، أين أنتم؟ يستغيثون. صدق من قال هذه الأيام، قال لنا ربنا سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. كيف حينما يستجير بك إخوانك المسلمون يقولون كل يوم لنا: أين أنتم؟ أغيثونا، ارحمونا، أعينونا، انصرونا، ونحن نتفرج. والله نخاف أن يقول لنا ربنا سبحانه أن نكون من الذين قال الله فيهم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فاللهم إنا نبرأ إليك مما صنع هؤلاء الصهاينة، ونبرأ إليك من تواطؤ هؤلاء الخونة، نبرأ إليك من هؤلاء ونبرأ إليك من هؤلاء. اللهم إنه لا حيلة لنا. اللهم إننا صرنا مع القاعدين، وصرنا مع المتخلفين، صرنا مع الأطفال والولدان والنساء. اللهم إنه لا حيلة لنا. اللهم إنا نبرأ إليك، اللهم إنا نبرأ إليك ونستغفرك ونتوب إليك، ولا نملك إلا أن نقول: أنت حسبنا، أنت كافينا، أنت ناصرنا، حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أيدهم، اللهم أيدهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم مرضى فاشفهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم إنهم جرحى فأسعفهم، اللهم إنه لا ناصر لهم إلا أنت فانصرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة.